السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واحبابي واعزائي من داخل المغرب ومن خارج المغرب. الفيديو اللي جايبه لكم بقى النهارده ده هو في اشكال شوية، ولكن مش في اشكال بمعنى حاجة وحشة يعني او حاجة، هي حاجة جميلة. وده طبعا ما انصحش بيه الاطفال الصغيرين، لان طبعا هنا في المغرب دايما بينصحوا اطفال، وخصوصا ان هم تحت السن، بعدم اكل ماكله الحانوت، او الحانوت اللي هو محل البقاله او السوبر ماركت. ولكن دي منتوجات او حاجات موجوده في المغرب، وبشهاده بنت بلادي ان الحاجات دي ليها مذاق وطعم مختلف عن اللي موجود اصلا في مصر. 4 حاجات انا نفسي جربتهم، وبصراحة وعارين جدا جدا جدا، سواء وسواء وسواء وسواء. اتفضلوا معايا شوفوا الفيديو وانتوا تعرفوا هي بتتكلم عن ايه، وليكم الرأي في الاخر. اتفضلوا معايا. اول حاجه تدوقوها هواي. هواي دي عباره عن ايه؟ is tropical، يعني مشروب tropical، في كوكونات، في اورنج، في باشن فروت. كل ده طعمه، يعني طعم ده مفيش منه في اي بلد تانية. جميل جدا. تاني حاجه كاشير. لانشون، بس مش اي لانشون، كاشير ده بتاع المغرب، وده دوقه جميل جدا جدا، مش زي مصر. اوكي. تالت حاجه تونيك. تونيك زي الجوف، جميل جدا. تحفه تحفه. عباره عن شوكولاته فانيليا. هو في مصر هتقولي في مصر، بس تونيك لا، دوقه مختلف. زي كاشير دوقه مختلف، زي مشروب بتاع هواي هتقولي لا، بس في احنا كمان عندنا باشن وكوكولا، مش زي بتاع المغرب. دوقه مختلف. انا دقت في كل حاجه، دقت في فرنسا، دقت في مصر، مفيش اي بتدوق زي ده. واخر حاجه واجمل حاجه رايبي جميله. ده لازم ادوقه معاكم، لازم ادوقه معاكم. اول حاجه افتحه واشوف لو نجحت. ما نجحتش، مكتوب عليه هنا لو ممكن انجح حاجه، مكتوب هنا مكتوب جرب حظك مره اخرى. ماشي، ده دوقه so good so good. يلا بينا. وياي بلغ البال.